السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هنعمل اجنحه مشويه، هنعمل غدا اقتصادي، هنعمل اجنحه ومكرونه. هنعمل اجنحه مشويه بطريقه سهله وبسيطه جدا، وجبه غدا طعمها جميل جدا، هتبقى اجمل من الفراخ المشويه. شايفين الشكل وشايفين الجمال وشايفين مستويه جدا ازاي؟ ان شاء الله يا رب تعجبكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنحطها على التتبيله: توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، قرفه، بهارات مشكله، ملح، شطه، كركم، قرفه اساسي، حبهان مطحون، فلفل اسود، وملح طبعا، ومكعب مرق. اول حاجه بصلايه مبشوره، دي عصير ليمونه وقشره ليمونه، معلقه صويا صوص، علبه زبادي، والبهارات دي سايباها، مكعب المرق، حوالي معلقه خل. كل دي ادي التتبيله، تتبيله سهله وبسيطه جدا. ومعلقه توم مفروم. البهارات دي حاجات. التتبيله دي بقى لفراخ مشويه، للحمه، لاجنحه، لسمك. التتبيله دي كل حاجه جميله جدا. دي التتبيله السحريه اللي بعمل بيها اي حاجه مشويه. شايفين بسيطه وسهله ازاي؟ دي الاجنحه غسلها كويس قوي ونقعاها في ملح وليمون وميه ودقيق، غسلها كويس جدا. دلوقتي دي التتبيله اللي احنا عملناها، هحط الاجنحه فيها واقلبها كويس. هنقلب الاجنحه كويس في التتبيله وهنسيبها لمده 3 ساعات بس، لان الاجنحه ما بتحتاجش وقت طويل، هتستوي بسرعه. هركنها لمده 3 ساعات وهوريكم هنعمل ايه. دلوقتي بعد ما عدى عليها 3 ساعات، شايفين شكلها شربت التتبيله كويس. هنجيب صينيه وهنبتدي نرصها كده، نص الاجنحه فيها. تبقى طعمها جميل جدا، من اجمل الاكلات اللي ممكن تاكلوها. التتبيله دي كمان جميله جدا. اخلص الكميه كلها واوريكم شكلها في النهايه. كده خلصت الكميه، هلف الصينيه بورق فويل وادخلها الفرن واوريكم شكلها بعد ما تخرج. شايفين؟ هشيل لكم بس الورقه هي سخنه. شايفين شكلها بعد ما استوت؟ شايفين جميله زي انا لسه ما اديتهاش وش كمان، يعني شايفين الشكل جميل، التتبيله عامله في شكلها ايه. كده استوت. انا حطاها على الرف اللي في الوسط على نار عاليه في الاول، بعد كده خليتها نار وسط، ودلوقتي هديها وش احطها تحت الشوايه وهوريكم شكلها بعد ما اخرجها. شايفين شكلها دلوقتي بعد ما خرجتها من الفرن؟ ريحتها تجنن وريحه جميله وطعم جميل جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. يلا السلام عليكم.